السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة اقول لكم ان دوت كان مشروع قطايف فشل، وبعدين هرمي العجينة فقلت حرام، فرحت اتصرفت وعملتها. قلت اعمل عيش المطاعم الصغير بتاع الفول والطعمية. للاسف انا بقول لكم وجبت لكم الفيديو كامل وما شلتش منه حاجة علشان نتعلم إن مش اي حاجة نشوفها مهما كانت قناة كبيرة. يعني في حاجة اسمها عين بنشوف بيها وعقل بنفكر بيه. انا للاسف بقى لغيت عقلي المرة دي، فانا قلت اجرب يمكن يكون في حاجة اسمها قطايف بالمية المغلية. انا عارفة ان القطايف بيتعمل بعجينة صيامي زي المحلات، العجينة الصيامي دي بتبقى بمية دافية، ولكن ده عملها بمية مغلية وهي فشلت معاه كمان. لكن انا قلت اجرب. هو خدها وراح وداها للكنفاني دوت يعملها له، او عجينه تانية عملها الله اعلم، مفيش مصداقيه. فانا قلت اقول لكم في الفيديو ده واوريه لكم علشان تعرفوا ان يعني اهم حاجه ان احنا اما ننزل فيديو او تعملي حاجه وصفه لازم نعملها بما يرضي الله، لان ربنا يحاسبنا عليها. فانا قلت اجيبها لكم برضه عشان ادي احنا بنتعلم وبنعلم بعض عشان محدش يغلط غلطتي. فتعالوا نشوف عملت عيش المطاعم او عيش الفول والطعميه الصغنن ده ازاي، وطلع تحفه. وفي تركة أنا اكتشفتها بالصدفة وتعلمتها بالصدفة. تعالوا نشوف الأول عملنا إيه. يلا بينا يلا بينا. مع مشروع القطايف اللي أنا كنت أعمله كان كوبايتين دقيق، وحطيت عليهم فضة خيركم كده كوبايتين مية مغلية، مش سخنة، كمان مية مغلية من الكتل. ولكن الاول انا عايزه اقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واللي ما عملش اشتراك في القناه يعمل اشتراك عشان يوصلكم كل جديد منه. انا بقى قعدت اقلب بالمعلقه العجينه بتاعتي الدقيق مع الميه السخنه المغليه ديت. طبعا هضيف تاني، ضفت كمان كوبايه الا ربع ميه مغليه. كل ده انا قلت بقى ده اكيد اكيد دي هتبقى حاجه يعني واو. بعد ما عجنتها قلت اسيبها اريحها بقى. دي العجينه الصيام بترتاح 4 ساعات 5 ليله كامله، فانا ريحتها حوالي 6 ساعات. ما فيهاش لا خميره ولا فيها سكر ولا ملح ولا بيكنج باودر. بصوا ادتني، هي عجينه بتبقى مطاطيه. معروفة عجينة القطايف أو العيش أو المخابز بتتعمل بتبقى عجينة الصم الأول. فأنا سبتها 6 ساعات. جبت معلقة خميرة كبيرة، معلقة سكر، نص كوباية مية، وذوبتهم وسبتهم 5 دقايق، وبعدين نزلت بيهم على العجينة الصيام اللي بالمية المغلية اللي هو قال عليها. قلت أجرب، الواحد بيعيش ويتعلم. وقلبتها كويس وأشوف بقى العجينة بتاعتي. حطيت معلقة صغيرة بيكنج باودر وقلبت. قلبي بقى كويس. لقيت العجينه برضو تقيله. عجينه القطايف ما بتبقاش تقيله، عجينه القطايف بتبقى عامله زي الكريب، لانها لو تقيله تبقى عامله زي العيش. فانا ضفت ميه تاني، وقلت اضيف ميه واريحها ربع ساعه. وبعد ربع ساعه رحت بقى سخنت الطاسه قوي، واحط القطايف. بصوا، لا نفع لا قطايف ولا نفع عيش، وباظت باظت باظت. يعني عارفه شكلها، انا كنت واقفه هعيط وانا واقفه. بصوا عامله ازاي، حتى مش هجيبها حلقه وقعت على البوتاجاز. فانا قلت اتصرف، حرام ارمي العجينه ديت وربنا يحاسبني عليها. ورحت ضفت دقيق، وضفت نص معلقه خميره صغيره تاني، وضفت بقى عندي حوالي 6 كوبايات دقيق. ضفت 4 كوبايات دقيق تاني عليها، وزودت نص معلقه خميره. انا حطيت معلقه ونص كده خميره كبيره مع معلقه البيكنج باودر. انا بحب دايما لما باجي اعجن العيش بالذات يكون ملزق، يكون طري. ليه؟ بيديك نتيجة أحسن. لو العيش العجينة تخينة أو قاسية مش هتديك عيش حلو. فأنا طبعا العجينة عندي زي ما انتم شايفينها كده ملزقة خالص. حطيت في الطبق أو البولة بتاعتي دهنة زيت، وحطيت عليها من على الوش كده، وهغطيها وسبتها حوالي ساعة ونص لأن الجو ساقعة. بصوا العجينة بسم الله مش مطاطية، بسم الله ما شاء الله، ولكن ملزقة. فأنا هرش دقيق على الرخامة، وهناخد اعمل العيش الصغنن بتاع المطاعم. يعني هيبقى في حجم الليمونه الكبير او في حجم البيضه البلدي، اكتر من كده مش هيزيد. فطبعا لازم تدهني تحطي في ايدك دقيق علشان العجينه ملزقه خالص. وبعدين هكورها. اهم حاجه تبقى مقفوله من تحت، دي اهم حاجه تقفليها من تحت كويس. بصوا في حجمها عامل ازاي، صغننه خالص في حجم البيضه البلدي او الليمونه الكبيره. بصوا، ما انا حرام هرمي العجينه، حرام. نعجن، اقطع واحده تانية قدامكم. وطبعا انا لازم احط في ايديا دقيق علشان العجينه ملزقه جدا. هتقولوا لي طب انتوا ليه ما خليتهاش تبقى مثلا تحطي دقيق وتخليها كده ما تلزقش في ايدك؟ لا، هو العيش معروف
ان العيش بيكون العجينه بتاعته بتبقى طريه جدا. لذة كانت ماما لما بتيجي تاخد العيش كان يبقى العيش تعمله الله يمسيها بالخير ويعفى عنها. كان بيبقى العجين ملزق ملزق، فبيبقى طري، بيفضل طري لو قعد عندك ايه حتى ما بينشفش. اهم حاجه في العجينه وانتي بتكوريها وتعمليها زي البقره الصغننه، تقفليها من تحت. بصوا عامله ازاي صغننه ازاي. هعمل لكم واحده كمان. انا عملت بقى الست كوبايات دولت. فضلة خيركم طلع معايا ايه، طلعوا معايا 30 رغيف من عيش المطاعم الصغنن بتاع سندوتشات الفول والطعميه اللي احنا بنجيبه. لو جيت تجيبيه بره الرغيف بالايه بمبلغ وقدره. فايه زي ما بنجيب قرص الطعميه دلوقتي ب5 جنيه و6 جنيه، ان شاء الله نبقى نعمل الطعميه ونعملها احلى من المطاعم تاني. اهم حاجه بصوا انا بوريكم ما تسيبوهاش مفتوحه، لازم تقفلوها من تحت. هعمل كله كده وارجع لكم علشان ما اطولش الفيديو عليكم. ده بعد ما عملته وطبعا ايه ريح عمل حوالي 30 رغيف. هبدأ بقى ايه اشكل من اللي انا عملته اول واحد. هو بصوا خبطه يمين وخبطه شمال وايه بتلاقوه خلاص ايه اتفرد معاكم. اهم حاجه المرداه النشابه بتاعتكم او العجله اللي بتعملوا بيها يكون فيها دقيق علشان ما تلزقش في العجله. بصوا السمك بتاعه هو صغنن، بصوا السمك بتاعه عامل ازاي، بيبقى كده. اهم حاجه في كل ده بقى، اهم حاجه ان احنا نريح العجينه كويس، لازم العجينه تريح كويس. يعني احنا خمرناها وبعدين شكلناها سيبناها 10 دقايق، وبعدين بعد ما هنفرد كده زي ما احنا شايفين بصوا بتفرد ازاي سهله. مره يمين ومره شمال تلاقي الرغيف معاك فرد لان هو صغير خالص. وترش رشه دقيق خفيفه اهو بصوا، واحده بالطول وتلفي واحده بالعرض خلص. وايه لانه ما يبقاش رقيق قوي سمكه زي ما انا وريته لكم. بصوا بصوا اهو زي ما احنا شايفين. فضلا وليس امر، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير، ولما ما عملش اشتراك حبيبي اعمل اشتراك في القناه عشان يوصلكوا اشعاراتي اول باول. بس انا حبيت اقول لكم عن تجربتي اقولها لكم. كان ممكن اشيل احذف الجزء اللي باظ مني دوت واعمل ايه الفيديو، لكن انا كان لازم اوريه. ده بعد ما سبته بقى ساعتين يخمر. اهم حاجه في العيش يطلع معاكي مظبوط سيبيه ساعه ساعتين يخمر، لازم يخمر كويس قوي. اما يخمر كويس قوي بقى هتشوف هيعمل ايه. انا حطيته على الجريلا او الطاسه، انا سخنتها قوي 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 والعين عاليه، العين الصغيره عاليه مش موطياها. اول ما يشمع معاكي ما تسيبوش لما يتنفخ، اول 10 ثواني كده اول ما يشمع تقومي قلبها على الايه على الوجه التاني او الوش التاني وتقعدي تحركي فيه. تقعدي تحركي فيه اول ما يشمع برضه هتلاقيه بدا يتنفخ معاكي. اول ما تسيبوش لما يتنفخ، اول ما يبدا يشمع بصوا شايفين بدا يتنفخ اقوم قلبها على الناحيه التانيه. انت بتقلبيه مثلا بتاع 3 4 مرات. بصوا اهو بدا يرفع اهوت كده اقوم قلبها على الايه على الناحيه التانيه. وطول ما انت واقفه تقعدي تحركي فيه بالمعلقه بتاعتك او السباتشولا. بصوا اهو انتوا حتى لو تلاحظوا بدأ يتنفخ. الناحية بقى اللي عندي اللي اتنفخ فيها، في ناحية اتنفخ بدأ يتنفخ وناحية تانية ايه زي ما هو. امسك بقى على الناحية اللي اتنفخ فيها دي واقعد اتك بالراحة بالراحة خالص بالسباتشولا كأنك بتطبطبي على طفل. بالراحة خالص ايه تتك بالراحة كده كأنك بتطبطبي عشان الهواء يدخل في المكان اللي ما اتنفخش زي ما احنا شايفين كده. اقعدي طبطبي بالراحه كده بالراحه وتبقى ايدك حنينه عليه لغايه ما تلاقي الرغيف كله اتنفخ والهواء كله دخل في الرغيف كله فنفخ الرغيف. بصوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله الله اكبر عليه. مفيش رغيف ما اتنفخش. ال 30 رغيف من اولهم لاخرهم كانوا منفخين. اعمليه بنفس الطريقه كده. اهم حاجه الطاسه او الصينيه بتاعتك او الجريله تكون سخنه قوي قوي قوي، وما تعمليش على العين الكبيره، اعمليها على العين الصغيره ويبقى العين عاليه، او العين اللي هي كبيره تبقى العين وسط لكن ما تبقاش هاديه. لو هاديه مش هي ايه هيبوظ معاكي العيش. بص العيش بسم الله ما بياخدش حاجه. تقعدي تقلبي فيه 3 4 مرات. ادي واحد تاني اهو. اول ما يبدا يتشمع معاكي تقومي قلبها على الناحيه التانيه. زي ما احنا شايفين بدا يتشمع وهيتنفخ اقوم قلبها على الناحيه التانيه. طول ما انت واقفه تحركي كده بالايه بالاسباتي، وخلي دايما ما تقلبيه يا اما بمعلقه خشب او اسباتي، ما تعمليش بحاجه المونيا علشان ايه ما تجرحوش. تقعدي بصي طبطبي عليه كده تلاقيه بيتنفخ معاكي. المكان اللي ما فيهوش هوا، المكان العالي اللي بدا يتنفخ هتقعدي تطبطبي عليه فالهواء هينزل في الايه في الجزء اللي هو ما اتنفخش فيتنفخ الرغيف كله معاكي.
اهم حاجه النار تبقى عاليه ما تبقاش واطيه، علشان الرغيف يتنفخ من الاول. وهي النار واطيه مش هيتنفخ معاكي، لان ده بيبقى عايز سرعه. بصوا زي ما احنا شايفين بدأ يتنفخ، رحت قلب على طول الناحيه التانيه وتقعدي تقلبي اهو، حركي في الرغيف كده، لقيتيه بدأ يبقى يجي الشمع اهوت زي ما احنا شايفين كده. هتقومي قلبها. ده مشروع القطايف اللي فشل وحولناه لعيش المطاعم الصغنن بتاع الفول والطعمية. بصي بتقعدي تطبطبي كده فالرغيف كله يتملي هوا من جوه وايه ويتنفخ معاكي. وبعدين في ميزه، لا اهم حاجه ان انت لازم تخمري بعد ما تفردي العيش، تخمريه قوي قوي، تقعد معاكي ساعه ساعتين مش مشكله. لما بتخمريه قوي يطلع الوشين الوجهين بتوع الرغيف زي بعض، مفيش ناحيه تخينه وناحيه رفيعه. لا اهم حاجه التخمير، اهم حاجه التخمير. العجن احنا مفروغ منه معروف، لكن اهم حاجه التخمير. تخمري بعد ما تفردي العيش تخمريه وتسيبيه يخمر وياخد حقه في الخمران. خد حقه في الخمران هتشوفي هيديكي عيش ما شاء الله في منتهى الروعه زي ما احنا شايفين كده. بصوا العيش بسم الله ما شاء الله. وتعبيه بقى تحطيه في اكياس وتشيليه في الفريزر تطلعيه يفك كانك لسه عاملاه. اوريكي وهفتح لك الرغيف. بصوا عامل ازاي. اجيب لكم واحد ايه يكون مثلا ايه مهبط شويه كده اشوف ده لا هجيب واحد ايه من تحت عشان ما تقولوش ان انا حاطه من فوق واللي تحت لا. هفتح وهوريكم ان الناحيتين الوش زي الظهر الاتنين تخان. ما فيش زي ما بنعمل كده تلاقي واحد تخين ناحيه تخينه وناحيه رقيقه، لا الناحيتين بسم الله ما شاء الله تبارك الله اكبر. بصوا الوش زي الظهر بسم الله ما شاء الله، ما فيش عجين من جوه. ليه؟ لان انا خمرته كويس قوي بعد ما فردته بالنشابه. كده وصلنا لاخر الفيديو ووصفتنا خلصت، ودمتم في رعايه الله.